الاهلي بيخسر قدام اتحاد العاصمة في فضيحة تحكيمية وعهر تحكيمي بيحصل علنا على المباشر قدام الناس كلها، وانا بتكلم وبقول فضيحة تحكيمية. ليه؟ لان ركلة الجزاء هي حتى لو هي فيها شك ان هي ركلة جزاء، فمن المنطقي ان انت بتعيدها للفار، فالفار بيعيدها لك من كل اتجاه. فانت لما تكون بتعيد الكورة من اتجاه واحد فانت ده اسمه عهر تحكيمي، حرفيا اسمه عهر تحكيمي. حرفيا انت النهارده وصلت للجون كتير قوي، وصلت للجون كتير قوي، بس كلنا كنا شايفين الاهلي بيتعامل ازاي. كنا شايفين ان متسيبي قاصد ان هو يخسر النادي الاهلي، اضطهاد من الاتحاد الافريقي ضد النادي الاهلي. كل اللي احنا كنا بنتفرج عليه ده اقسم بالله اضطهاد من الاتحاد الافريقي وعهر تحكيمي ضد النادي الاهلي. كل اللي انا كنت بتفرج عليه ده حاجه وحاله من ان النادي الاهلي بص عشان راكب افريقيا، عشان حاطط عليكم، عشان خاطر الراجل حاطط عليكم وماسك على رقبتكم، عشان الاهلي ماسك وحاطط كلكم في عنق الزجاجه. كلكم عايزين النادي الاهلي ما ياخدش بطوله جديده ليه؟ عايزين الاهلي ما يوصلش يبقى اعلى من ريال مدريد ليه؟ كلكم كده حاطين في دماغكم ان النادي الاهلي لازم يتظلم. النادي الاهلي عنده كام ضربه جزاء ما اتحسبتش؟ النادي الاهلي يعني الكره بتاعت كهربا فيها شك كبير. ارجع للفار يا عم ده كهربا ما لمس رجل اللاعب اصلا، ما لمس ايد الحارس اصلا. في ايه انتوا كتحكيم افريقي هتوصلونا لحد فين؟ انتوا كتحكيم افريقي هتودوا للنادي الاهلي فين؟ النادي الاهلي عشان خاطر بطل افريقيا، عشان خاطر بيحطوكم في المحافل الدوليه، عشان خاطر النادي الاهلي دايما هو الاول، هو رقم واحد في افريقيا. هتلاقي دلوقتي اللي بيخش وبيشتمني واحد زملكاوي اهو بيشتمني اهو، شايف بيشتم اهو. فلعنة الله عليك يا اخي، والله لعنة الله عليك، لانك انت لو بتتفرج بروح ان انت، انا مش بقولك اهلاوي، اتفرج بروح المنطق، اتفرج، ما بقولكش انت اهلاوي يا عم مع ان ما انت مش في المنافسه، اتفرج بروح المنطق هتبص تلاقي نفسك يا ابني. اقسم بالله اللي كان بيحصل النهارده في التحكيم ده كره بتاعت صلاح محسن في الاخر. اللاعب لعب الكوره وهو مديله ظهره، الكوره جت في دماغه حسبها فاول. يا جدعان اقسم بالله حاله من التعجب الكبيره جدا، تعجب كبير جدا على التحكيم النهارده. حاجه اقسم بالله انا مش عارف ايه اللي بيحصل النهارده. ده ايه اللي بيحصل النهارده في المباراه دي من التحكيم بالذات النهارده. ممكن اقول لك في لعيبه مقصره كتير، ممكن اقول لك امام عاشور ما وصلناش ما اشتغلش مع علي معلول، ممكن اقول لك كان في شوارع ورا علي معلول، ممكن اقول لك ان حسين الشحات مش في المستوى المعهود بتاعه، ممكن اقول لك ان كهربا كان جاله اكتر من فرصه ان هو يهدف، ممكن اقول لك ان اكتر من كوره كانت جايه ده قالوا ديانج ان هو يسدد منها وما سددش. ممكن اقول لك حاجات كتير في الكوره، لكن اديني حق الاول وبعدين تعالى نتكلم في الكوره. اديني حق في الاول في الملعب، او اديني حق تحكيميا وبعدين تعالى كلمني كوره. بعد ما تديني حقي انا لما اجي اكلمك كوره هكلمك بعد ما اخد حق منك تحكيميا. تعالى كلمني في الكوره. اي نعم في لعيبه مقصره، لكن اديني حق تحكيميا، اديني حقي. لان انت واحد دلوقتي زملكاوي يقول لك ايه يا عم ده انتوا متعودين بقى على التحكيم، ومتعودين ان هم يدوكوا فاول زياده، ومتعودين ان هم يدوكوا مش عارف ايه. تعالى يا فاجر يا محلي واتفرج وشوف اللي حصل النهارده من العور التحكيمي من يعني والله العظيم متسيبي يا استاذ متسيبي. انت قاعد مكانك بتعمل ايه يقرع؟ انت غلبت يعني كمان بتحارب الاتحاد المصري، وكمان بتحارب الاتحاد الاهلي في مصر، وبتحارب مين؟ عايز تحارب مين تاني؟ قول لي انت عايز تحارب مين تاني يا متسبي؟ بكلمك بجد بقى، لان خلاص الواحد فاض بيه. الاهلي يعني واحد دلوقتي يقول يا عم هو انتوا الاهلي عايزين تحتكروا كل البطولات؟ ايوه يا سيدي احنا نادي ناجح، عايزين نحتكر كل البطولات، كل البطولات. ما هو انت لو خسرت ملعب، لو خسرت كوره، هقول لك برافو للفرقه الثانيه وهارد لك للنادي الاهلي، وهطلع اتكلم كده بمنطق ان انا عادي خسرت. انما لما تخسر بركله جزاء، وانا من وجهه نظري هي مش ركله جزاء، عشان ما فيش واحد يطلع يقول لي ده ركله جزاء. لو هي ركله جزاء وانت بتعيدها في الفار، اقسم بالله ده حصل وانا كنت قاعد مش شايط. انا بقول لك انا كنت قاعد شايط لما يجي لك الفار ويعيد الكوره من اتجاه واحد بس. انت بتعيد الكوره من اتجاه واحد بس،
طب فين الاتجاه ده؟ طب فين الاتجاه ده؟ طب فين الاتجاهات كلها؟ يا عم عيد من الاتجاهات كلها. انت بتعيد من الحته اللي ادين الاهلي بس. انت بتعيد الكوره من الحته اللي ادين الاهلي بس. طب ليه ما رجعتش للفار في ركلات الجزاء بتاعه النادي الاهلي؟ ليه ما رجعتش للفار في كوره كهربا؟ ليه ما رجعتش للفار في كوره رضا سليم؟ ليه؟ ما انا بجيب لك الحالات اهو، الحالات اللي فيها شك، الحالات اللي فيها ادانه، عشان نعرف بس، عشان نعرف ان هي قاره كلها فساد في فساد، اقسم بالله. ولو سكت على الفساد ده صدقني، انت طول ما انت ساكت عن الفساد ده مش هتوصل لحته. طول ما انت ساكت عن الفساد ده مش هتوصل لحته. والناس اللي هتطلع بقى ايه تقول لك يا عم ده انت بتطبل الاهلي، ده انت عشان اهلاوي شايف كده، ده انت عشان خسرت ماتش شايف كده، ده انت عشان متعصب شويه شايف كده. لا يا حبيبي، كل اللي انا بقول لك ده واقع، كل اللي انا بقوله لك ده حصل والناس كلها شافته على مرأى ومسمع من الجميع. كل اللي انا بقوله لك ده حصل على مرأى ومسمع من الجميع. تعالى بقى عشان نتكلم كرة شويه. احنا اتكلمنا في الفساد وفي العهر التحكيمي واتكلمنا في الحاجات دي كلها. تعال اكلمك كرة وتعالى نفكر شويه في الملعب، ونتكلم بقى في قصه اللعيبه، ومين اللي يقدر يديك لعب ومين اللي ما اداكاش لعب النهارده، ومين اللي ما كانش في المستوى المعهود بتاعه النهارده انا بسقف لك يا ابني يا عبد المنعم، اقسم بالله يا ابني شابوه شابوه يا عبد المنعم، بما يرضي الله يا ابني انت مش واخد حقك، بما يرضي الله يا عبد المنعم انت مش واخد حقك. واحد يقول لي ليه يا عم اسلام انت بتمجد في عبد المنعم قوي كده؟ عبد المنعم يا جماعه اقسم بالله في منطقه ال 18 بتلاقيه، في دايره النص بتلاقيه، منطقه الدفاع بتلاقيه، كل حته بتلاقيه فيها حرفيا، ركله ركنيه بتلاقيه، نص الملعب بتلاقيه، كل حته حرفيا. انا كنت شايف منعم النهارده رغم ان احنا خسرنا المباراه كنت شايفه لاعب يعني مهاجم ومدافع ونص ملعب وكل حاجه. بما يرضي الله اللاعب ده مكانه اوروبا، بما يرضي الله. والعرض ده مش هيتاخر كتير، عرض اوروبا لمحمد عبد المنعم ده مش هيتاخر كتير. وانا بكلمك عن عبد المنعم لان عبد المنعم النهارده قدم كتير. واحد يقول لي ازاي قدم الكتير؟ كان ناقص التوفيق للنادي الاهلي بس، ناقص التوفيق بس. والنهارده في غلطه كبيره في تشكيله كولر، في غلطه كبيره. انت حاطط حسين الشحات ناحيه علي معلول. طب واحد يقول لي يا عم اسلام ما حسين الشحات بيشتغل مع علي معلول كويس وبتاع، بس ما فيش واحد 8 يسندهم. عندك امام عاشور لسه ما تنغمش معاهم، ما اندمجش، مش لسه الراجل اول مباراه تجيبه تنزله. نزل لي قفشه، قفشه واخد على الناس دي وهيتناغم معاهم وهيلعب وهيكون كويس معاهم، لكن ما فيش، ما نزلش. وده خطا ايضا من كولر. وكمان الحاجه الخطا اللي انا شفتها انك تنزل طاهر. بما يرضي الله طاهر يا جماعه، يا جماعه ده الكوره بتتلعب له اوفر، مش قادر يستلم الكوره، مش قادر يستلم الكنترول. انت مش قادر تستلم الكنترول يا ضنايا يما، لاعب في النادي الاهلي ما انتش قادر تستلم الكنترول يا ضنايا يا طاهر، يا ضنايا يا حبيبي، يا حبيبي يا ابني انت لازم تراجع نفسك وتراجع اوراقك، راجع اوراقك يا ابني. ايه ده كنترول ما انتش قادر تستلمه؟ كرة بتعدي من تحت رجلك، لاعب في النادي الاهلي الكرة بتعدي من تحت رجله يا ابني. ده انا لو جيت اوقفها بوقفها احسن من كده. ايه اللي انتوا فيه ده؟ ايه الاستهتار ده؟ ارفعوا بقى دماغكم شويه وركزوا في الكوره. انتوا لعيبه بتاخد ملايين، انتوا لعيبه بتاخد ملايين، فلازم تركز في الملعب وتركز في الكوره. كنترول ما انتش قادر تستلمه يا طاهر، يا محمد يا طاهر. ده حاجه غريبه جدا. احمد عبد القادر قبل المباراه بخمس دقايق، قبل المباراه بخمس دقايق بينزل ستوري على الانستجرام. معنى كده انك مش مركز في المباراه احمد عبد القادر، رغم ان انت ما نزلتش في الماتش اصلا. يعني انت كده مش مركز اصلا في الماتش. اقسم بالله يا جماعه انا شفت حاجات كتير النهارده غريبه، رغم ان انا حاسس يعني انا واحد من الناس كنت بقول لك انا حاطط في بطني خصيفي ونازل عن ثقه، وبقول النادي الاهلي كده كده هيكسب يا ابني، اقل حاجه 3-0، اقل حاجه 3-0. ده احنا شفنا كوارث عندهم في خط الدفاع في الشوط الاول، حرفيا كوارث. انا لو مدرب واقف على الخط، حرفيا لو مدرب واقف على الخط وشايف الكوارث اللي بتحصل في خط دفاعهم ده، اشتغل ضغط عالي، اشتغل يا عم ضغط عالي. اقسم بالله هيغلطوا هتجيب اجوان، هيغلطوا يا سيدي وهتجيب اجوان. انما اللي انت شفته النهارده ده ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتتراجع ليه؟ امام عاشور ما ينفعش في ماتش زي ده. امام عاشور لسه ما تنغمش مع اللعيبه. انا شفت باصات وحاجات غير طبيعيه، غير طبيعيه ما تكونش في النادي الاهلي. باصه طويله، ايه باصه قصيره، باصه ما تروحش للاعب خالص. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده النادي الاهلي؟ يا جماعه ده اللي كان بيحصل قدام الله واللي انا شفته يا جماعه ده.
معلش يا جدعان، اتعصبت واتضايقت جدا من اللي انا شفته النهارده، ان انا اخسر بطوله من فريق زي ده، اقسم بالله حرفيا هي ماشيه معاهم، واقول احنا مش هنحتكر البطولات. هي لازم في بطوله هتقع مننا، لازم في حاجه هتقع في بدايه الموسم. يلا الحمد لله، وان شاء الله القادم افضل. هي بطوله وراحت. شكرا لكل الناس، متنساش اللايك والشير، لو مش تابعنا على الصفحه تابعنا عشان يوصلك كل فيديو جديد. حبيب قلبي.